في المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية، وتمتد من صفوة شمالا حتى الظهران جنوبا، فيشمل الواحة والقلعة وتوابعها. القطيف مشتق من القطف، وهو القطع من العنب ونحوه، ولعل اسمها في الأصل محرف كيتوس، وهو الاسم القديم الذي ذكره مؤرخو اليونان لهذه المنطقة. والقطيف غنية بالنفط والتمور والفواكه والأسماك، وكانت معروفة بتجارة اللؤلؤ واستخراجه. فواحة القطيف تعد من أقدم المناطق المأهولة في الخليج، إذ يرجع تاريخها إلى 5000 سنة. نشأت على صعيدها حضارات أهمها الكنعانيون والفينيقيون والجرهائيون وبنو عبد القيس، وتعاقبت عليها دول مثل دولة الإسلام، ثم البرتغاليون فالعثمانيون، وبعدها الحكم السعودي الأول، فالعثمانيون مرة أخرى